بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من حلقتنا من حلقات أحوال بلدنا. النهاردة أنا جاي أتكلم عن حوار حلو أوي أو حاجة جديدة أو حاجة غريبة في أحوال بلدنا. عباس سرنجة. اسمه عباس سرنجة. عباس سرنجة ما طلعش دكتور. إيه الكلام اللي إحنا بنقوله ده؟ ما طلعش دكتور. حوار غريب حصل في إحدى محافظات الصعيد، ان بنت اتعرفت على شاب على صفحات الفيسبوك وكلام من ده كلاته، وطبعا لقت على صفحته كاتب طبيب، والباشا متصور بقى بربة العمليات والدكاترة وجوانتي ودنيا زي الفل واللوز اللوز وحاجة جميلة. البنت طبعا يعني ايه، اتوهمت، بعت لها اضافة طلب صداقة، هي بعتت له، بدأوا يتكلموا مع بعض خد وهات، وبدأوا يعني حاجة جميلة قوي. وبدأت الأحلام الورد بقى تشتغل بقى، وبدأ هو يشتغلها، أنا دكتور وشغال في مستشفى في الصعيد وأنا. وطبعا البنت طبعا زي أي بنت، بس خلي بالنا من هنا، البنت دي كانت مؤهلها متوسط. فطبعا لما تبقى بنت مؤهل متوسط وفجأة يجي لها طبيب، يا حست كده إن هي إيه، مسكت نجوم السماء. ما تحلمش إن تتجوز طبيب. وبعدين إيه اللي حصل؟ المهم، بعد ما اتجوزت بشهر باتنين بتلاتة باربعة او حاجة زي كده، بقولوا شهرين اتنين، اتفاجئت لقيت جاي لجوزها رسالة على ده في حاجة كمان ناخد بالنا منها، ان هو قال لها انا شغال في جنوب مصر او في الصعيد، مثلا في الاقصر او في اسوان، ومش هقدر اجي لك يومين في الاسبوع. قالت له والله ده حلو قوي وانا معاك، مانيش زعلانة، ما فيش مشكلة. المهم في يوم كان هو موجود عندها، لقى مين؟ لقى جاي له رسالة على صفحته على الماسنجر او على الفيس، يعني بيقول له هو انت صدقت نفسك انك دكتور؟ فشافت الرسالة، قال لا ما تقلقيش، ده واحد صاحبي بيهزر معايا. طيب يعني ايه؟ المهم فطبعا بدأت ان هي كان عندها محتاجة انها تطلع قيد عائلي. راحت تطلع قيد عائلي، اتفاجئت بايه؟ ان جوزها مش طبيب، وان هو مش عارف فني اشاعه او فني وخلاص، ممرض من الاخر، او مش طبيب. فطبعا اتجننت وعقلها طار وطبعا طلبت الخلع. الحكايه دي كلها انا بحكيها عشان خاطر نوصل لنقطه معينه، ان انتوا ازاي بتجوزوا بناتكم من غير ما تعرفوا طبيعه الشخص اللي جاي، ازاي اعرف اذا كان فعلا الشخص ده صادق ولا كذاب. هو انت معلش، انت مجرد ما لقيتي واحد يقول لك انا دكتور، على طول تجربي نفسك في حضنه ومفضين على كده؟ هو دي المعايير اللي بقت النهارده البنات بتجري عشان خاطر بتتجوز من خلالها، وبعد شهر او اتنين هوب نبص نلاقي احنا عايزين نتطلق، احنا عاوزين نخلع، وممكن تبقي طالعه معاكي ولد او مع ايه اللي بيحصل؟ ليه ما عادش عندنا تأني في ان احنا الواحده فيكم واحده تختار شريك حياتها والواحد يختار شريكة حياته؟ لما يجي واحد بيطلق مراته اصلا مش نظيفه، ما بتغسلش ايديها، ما بتعملش، امال يعني انا عايز افهم انتوا دماغكم بقت رايحه منكم فين؟ ما عادش ليها عندنا وعي وعندنا ادراك لان كل واحد يختار شريكة حياته او شريك حياته صح. احنا بقينا عاملين زي مثلا اب عاوز يرمي بنته جوزها باي شكل. يعني حاجات بتحصل في المجتمع غريب قوي، بتحصل قواضي طلاق بشكل لا تطاق، لا يصدق، واسباب تافهه. هل ده عدم مسؤوليه؟ البنت عايز تتجوز والسلام، الولد عاوز يتجوز والسلام، وفي الاخر النتيجه بتقع على اعماق مين؟ لو في طفل جاي في السكه. يعني اللي بيحصل ده حاجه غريبه، حاجه تحزن. واحده يجي لها واحد ما يعرفش الاصل من فصله، يقول لها دكتور على طول تتجوز. وزي ناس كتير قوي ممكن يجي لها اي واحد يقول لها اي كلام وترضى انا عايز اتجوز وخلاص، وان المحصله ايه؟ بنطلع نتقابل في محكمه الاسره وعايزين نخلع وعاوزين نتطلق. لا يا جماعه، لازم كل واحده انت جايلك عريس اتأني، اسألي، شوفي ينفع ولا ما ينفعش، هيراعيك ولا ما يراعيكيش. وانت يا سيدي ما تيجي تتجوز اعرف اصلها ايه، فصلها ايه، هي هتقدر تشيل معاك في ازماتك وحياتك ولا مش هتشيل، علشان ما نرجعش في الاخر ونلاقي نفسنا قدام اعتاب محكمة الاسرة.
او في اطفال بتدفع يعني بتعاني اشد المعاناه بسبب اهاليها، بسبب ان اب مستهتر وام ما عندهاش مسؤوليه، والنتيجه او مثلا ان اب ما عرفش يخاطب مين او يتجوز مين، او واحده جابت مين من على صفحات الفيس، وهوب احنا بنتطلق بعد ما خلفت عيل وبتسيبه في الشارع، ويبقى عندنا اطفال شوارع على الرغم ان اهلهم موجودين. يا ريت يكون عندنا حرص في احوال بلد.